السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جود يا شباب، أنا أحمد فوزي ودي كواليس فريلانسر. مساء الفل يا شباب، يا رب تكونوا بخير. تعال اقول لك شويه مشاكل ممكن تقابلها في الفريلانسنج من الاول، واقول لك ايه الاسباب اللي بتخلي الناس اصلا مش عايزه تدخل الفريلانسنج. اول مشكله ودي اهم مشكله، ان الناس بتستسلم بسرعه. انت اول ما بتدخل على مواقع العمل الحر بتلاقي منافسه كبيره، بتلاقي كلام كله بالانجلش، ممكن تلاقي حاجات ملخبطه او شغلانات انت مش فاهمها، فبتقول على طول انا مالي بالموضوع ده، يلا بينا يا عم من هنا. في ناس تانية بتبقى احسن شويه، اللي هو بيبدا يدور الاول على كام شغلانه ويقدم عليهم، ربنا يكرمه وبيلاقي اول كلاينت بيرد عليه. بعد ما بيرد عليه غالبا ما بيتقبلش في الشغلانه، لان هو كتب حاجه غلط في البروبوزل، يا اما اصلا الشغلانه دي مش ليه، يا اما الريت قليل جدا بتاع الشغل. لان في ناس بتطلب شغل كتير قوي وفي الاخر يقول لك هديك 5 جنيه تقريبا شافها. فالناس ديت بتبدا ان هي انا مالي بالموضوع ده ومالي بالمجال ده، انا هنزل ادور على شركه، وشغل الفريلانسنج بالنسبه له بيتقفل وخلاص وما بيرجعلوش تاني. تاني مشكله ودي قابلتني انا شخصيا، ان انا بحس ان انا شويه مسؤول وتايه. انا لسه السكيل انا مش شاطر فيها قوي. في كلاينت رد عليا انا مش عارف انا المفروض اقدم له ايه. طبعا الكلاينت لما بيرد عليك بيبعت لك باراجراف طويل عريض في كلام كتير، في كلام انجلش اصلا انت لو دورت على جوجل نفسه مش هيقول لك معناه، فبتحس ان الموضوع صعب قوي، فبتحس ان انا لو مشيت هيبقى اكرم لي الصراحه. وده انا نفسي قابلته. فحاول ان انت ما تحسش ان انت مسؤول في اول الموضوع. هو هيبقى صعب، بس بعد كده صدقني اول ما تلاقي كلاينت واثنين وثلاثه ويبدا ان الشغل كله يبقى شبه بعضه، انت بس بتغير الشغل على حسب الكلاينت، هتلاقي الموضوع سهل جدا. بدل ما تلاقي ان الشغل اللي بياخد منك 10 ساعات بقى بياخد منك ساعتين ثلاثه، وبعدين هتلاقي ان الموضوع بقى لعبه اكتر ما هو شغل. انت خلاص حافظ التكنيك، حافظ الشغل، انت بتروح تخلص وبعد كده تبدا تدور اصلا على كلاينتس ثانيه وتبقى متضايق ان انت ما عندكش كلاينتس زياده. ثالث مشكله ودي سمعتها تقريبا من الناس كلها قبل ما يبداوا فريلانسنج، انا ليه كلاينت هيختارني؟ وده سؤال فعلا مهم. هو ليه كلاينت هيختارك؟ اجابتي كانت على طول بتبقى نفس الاجابه. ليه كلاينت ما يختاركش؟ انت ليه على طول مقلل من نفسك؟ ليه على طول شايف ان الناس كلها احسن منك وانت الوحيد اللي وحش؟ انت لو رحت دورت على الشغلانه هتلاقي ان في 50 واحد مقدم، ده الرقم الوحيد اللي هيكتبه لك ابورك. يعني في اكتر من كده بكتير مقدم، ممكن يكونوا 1000 2000 3. ليه حاسس ان انت الوحيد اللي وحش وال 3000 دول هيتقبلوا؟ ما هو في واحد هيتقبل. ده معناه ان 2999 واحد وحشين؟ لا، معناه ان هو يعمل حاجه احسن، يا اما كلاينت هو شافه وعجبه شغل وخلاص مش هيفضل يدور في البروبوزلز كلها. فما تفضلش تقلل من نفسك، صدقني انت كده بتضر نفسك وبتضر مخك، ومخك هيبدا يصور لك ان انت فشلت خلاص، لان انت بتقوله بنفسك انا مش هتقبل. انا هطلع جدع معاك واقول لك ليه كلاينت هيقبلك. انا عارف ان كل الافكار اللي بتدور في دماغك دلوقتي، انا ما قدمتش شغل قبل كده، انا ما اعرفش، انا ناجح، انا فاشل، انا عندي سكيل، انا ما عنديش سكيل، كل الاسئله دي بتدور في دماغك، انا عارف ده. بس تعالى انا اجاوب لك عليها. انت ناجح، انت شاطر، انت بتعرف تشتغل كويس جدا، انت بتعرف تشتغل تحت ضغط. صدقني انت فيك كل الحاجات دي، انت بس اللي ما جربتش. صدقني التجربه هي ام الاختراع. انت لما بتجرب الحاجه بتعرف انت بتعرف تعملها ولا لا. بس انت قررت ان انا مش هجرب اصلا عشان انا خايف او عشان انا شايف ان انا مش ناجح، ده الفشل. تعال اقول لك على سبب تاني ان الكلاينت هيقبلك. صدقني مش تقليل من قدراتك خالص، انا لسه قايل لك ان انت فعلا قدراتك عاليه جدا، بس انت لسه بادئ. انت ما تقدرش تروح تقول للكلاينت انا هاخد منك اعلى سعر في الشغلانه دي. الكلاينت بيبقى عايز يدفع ثمن قليل. ممكن كلاينت لسه بادئ، كلاينت عنده شركه صغيره، هو معهوش البادجت ان هو يحط سعر عالي جدا، فمش قادر ان هو يجيب الناس بروفيشنال فعلا اللي بتشتغل في شركات كبيره، فهو بيضطر ان هو ينزل بالبادجت. كل ما تنزل بالبادجت كل ما هتنزل في الليفل. يعني مثلا في بيجنر، انترميديت، ادفانسد، فانت بالنسبه له بيجنر هتقبض فلوس اقل. بالنسبه لك هي حاجه حلوه، انت لقيت اول كلاينت ليك وفعلا قبضت اول فلوس ليك، وبالنسبه له هو خد شغل بكواليتي حلوه متوسطه. ولو انت بقى عايز تبان متميز حط له التاتش بتاعك، اعمل حاجه احسن من السعر اللي انت واخده، اعمل له حاجه فوق توقعاته. صدقني يا اما هيحط لك فلوس اكتر في البروجكت اللي بعده، يا اما هيكتب لك في الريفيو ان انت كنت فوق الاكسبكتيشنز. وصدقني الريفيوز دي الناس كلها بتقراها، فلو اتقرت وجالك شغل هيجي لك شغل بفلوس اضعاف ده. فما تبقاش انت انا قابض مثلا $5 انا هعمل شغل على قد $5، معلش تعالى على نفسك واعمله ب $6 $7. صدقني هتفرق كتير. تعالى اقول لك برده ممكن ليه كلاينت يقبلك، لان الكلاينت ده في الاخر بني ادم، هو عايز اللي يكلمه كويس، عايز اللي يكوميونيكيت معاه كويس. في ناس بتبقى شغلها حلو جدا بس هي مش عارفه تتواصل مع العميل خالص، هو بيكلمه بطريقه وحشه، هو بيرد عليه بطرق ان بروفيشنال، فالطرق دي كلها بتخلي ان الكلاينت يغور الشغل. انا مش عايز الشغل في مقابل ان انت تكلمني وحش. فانت لو اهتميت بالجانب الاجتماعي اكتر صدقني هتلاقي كلاينتس اكتر من ناس كتير عندها الحرفه احسن منك بس مش بيعرفوا يتواصلوا مع العميل. رابع حاجه، الناس مش بتدخل في الفريلانسنج. الناس كلها شايفه انا مش لاقي موهبتي. هي ايه موهبتك؟ انت لو خلصت كليه فانت مش عارف موهبتك. تعرف موهبتك ازاي؟ ان انت تجرب، روح جرب، انت ما عندكش اي حاجه تخسرها.
ايه اللي في ايدك تخسره لو انت رحت عملت اكونت على اي بلاتفورم ورحت كلمت 100 كلاينت قلت له شغلني معاك؟ طبعا بنكتب بروبوزلز كويسه وهنتكلم عن البروبوزل بشكل مفصل في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. بس خلينا دلوقتي في المهم، انت ليه مش بتقدم؟ ما انت مفيش حاجه تخسرها، انت ولا تخسر فلوس ولا تخسر وقت غالبا، لان الموضوع كله هياخد منك ساعه، مش تخسر اي حاجه خالص. انت هتروح هتقدم، قبلك كان بها، ما قبلكش كان بها برضه. طيب انا بقى مش عارف الموهبه بتاعتي، فانا اصلا مش عارف اقدم على انهي شغلانه. لو مش عارف موهبتك، ما عندكش موهبه، حصل خير، روح اتعلم واحده، افتح المواقع، شوف اللي انت بتحبه اتعلمه، بقيت شاطر فيه، بقى عندك موهبه. خامس حاجه، ودي بقى حاجه بتعصبني جدا، يبقى واحد هو مش لاقي اول كلاينت ومش عارف اصلا يعمل ايدي وباسورد على البلاتفورم ويقول لك لا يا عم، ده اصل انا سمعت من واحد ان هو ما بيدفعوش، ده انا سمعت زميلي ان اصلا ابورك بياخد نسبه 90%، انا سمعت من واحد ان مفيش فلوس اصلا في المجال. الواحد ده اشتغل على طول. بسال الشخص ده مين اللي قال لك ان فلوس ما بتوصلكش؟ يقول لي واحد شغال مثلا في شركه. طب هو بيشتغل فريلانسر؟ لا. عرف منين؟ اهي توقعات، يعني هو توقع الموضوع وقرر ان هو يفتي فيه. انت شايل هم حاجه انت اصلا ما بداتهاش. وعشان اطمنك اكتر يا سيدي، ابورك بياخد الفلوس عنده من العميل، بيقول له والله انا هاخد مثلا، انت اتفقت على $100، ابورك بياخد ال $100 دي ويحوشها عنده. انت قدمت الشغل هتاخد ال $100. طب نقول لك على حاجه اوحش، العميل ده طلع نصاب، هو مش هيديك الفلوس، في نيته جوه ان هو ما يدكش الفلوس. ابورك واخد الفلوس دي. يعني انت لو قدمت للعميل الشغل والعميل قال لك مالكش حاجه عندي، هتروح لابورك تقول له والله يا عم ابورك انا قدمت الشغل وهو الاثبات بتاع الشغل واحنا متفقين على كذا، والمسجز كلها متسجله. طبعا لو بتتكلموا على ايميل او واتساب او ايا كان، سكرين شوتس الحلوه بتاعتك عشان يبقى اثبات بالنسبه له. كل الكلام ده هتاخده تروح لابورك. ابورك هيعمل ايه؟ هيديك فلوسك كامله. ابورك مش هينصب عليك في جنيه. فبلاش النبي بقى نظريه ان ابورك كله متآمر عليك. ابورك فيه معاملات ماليه بمليارات الدولارات، فمش هيجي على ارمط وياخد منه فلوسه، صدقني هيديك فلوسك كامله. سادس حاجه، وديت مربوطه شويه بالدفع، ان انت ما يبقاش عندك الخبره فتروح تسال واحد ما عندوش الخبره، فانتوا كده وديتوا بعض في داهيه. انت ما عندكش الخبره، مش بقول لك انا بس، روح اتفرج عليا واتفرج على غيري، واحد واثنين وثلاثه وعشرة. اتفرجت علينا؟ اسال بقى جوجل واسال الذكاء الاصطناعي، شوف بقى اعمل الريسيرش بتاعك كامل عشان توصل للخبره المطلوبه. لكن انا مثلا انا ما عنديش علم بالموضوع ومش هسال، انا سمعت من واحد زميلي على القهوه ان في 1 2 3 وهعمل باللي هو قال عليه، صدقني هو وداك في داهيه لان هو عنده نفس المخاوف ديت، فهو قرر بس ان هو ينقل لك مخاوفه، هو ما ادكش النصيحه. من المشاكل برضو اللي بقابلها مع الناس اللي انا بقول لها تشتغل فريلانسر وببقى ماشي معاهم خطوه بخطوه، في ناس منهم بتبدا تتذاكى على العميل. العميل قال لك ما تستخدمش AI، ما تبقاش انت الفزلوكه والاذكى من الكلاينت واذكى من خلق الله كلهم وتروح تستخدم AI، والله هتعرف وهتترفد وهتاخد ريفيو وحش وهتترفد على البلاتفورم كله. ما تبقاش اذكى من الكلاينت، انت ذكي في حتتك، ذكي في شغلك، مش اذكى من حد، ما تقارنش نفسك بحد. والله انت الكلاينت طلب منك 1 2 3، اعمل له 1 2 3 و4 ديت، لو حاجه تصب في مصلحته اعملها له، مش هتصب في مصلحته وانت حاجه من عندك كده ما تعملهاش. انا بقول لك اهوت ما تعملهاش، لان صدقني في كلاينتس بيبقى خلقها ضيق وهو عايز 1 2 3 بتوعه ومش عايز اي حاجه اكتر من كده. هتعمل حاجه اكتر هيمشيك. من الحاجات برضو اللي بقابلها كتير ان واحد بيبقى لسه متخرج من الكليه، طب يا عم انت اشتغلت فريلانسر؟ لا. طب انت اشتغلت في شركه؟ لا. طب انت عايز ايه؟ والله انا مش عارف، انا بفكر ان انا اشتغل في شركه على طول، مضمونه. طب ما تشتغل في الشركه؟ والله اصل انا مقدم على الشركات السي في بتاعي بس لسه ما حدش كلمني. طب ما تقدم على الفريلانسنج؟ لا اصل انا ما هو مش مضمون. طب ما تقدم عليه لحد ما الشركه يا ابن الحلال تجيلك. هو انت ليه واقف عند نقطه واحده ومستني ان خط واحد هو اللي يمشي؟ ليه حياتك ماشيه في سير واحد ما بتتحركش؟ ارسم كذا طريق لنفسك، والطريق اللي يمشي فيه والطريق اللي يقف يشيله خلاص، حط بوابه واقفله. لكن انت بتفضل واقف في مكانك. انا والله انا بقدم في شركات ومش هجرب الفريلانسنج. طب ما تجربه، يمكن ربنا يرزقك هناك وتلاقي كلاينت كبير وياخدك في شغل كتير وتاخد فلوس اكتر بكتير من اللي انت تاخدها في الشركه. ويمكن تقدم على الفريلانسنج وما يشتغلش معاك فتروح الشركه وتقبض اكتر بكتير. ربنا يرزقنا ويرزقكم. بس انا بتكلم في حته انت ليه مش بتجرب؟ فانا نصيحتي قبل ما تقعد بقى في تفكير انا اختار كارير ايه، انا اختار سكيل ايه، انا اختار اصلا فريلانسنج ولا لا، قبل ما تسال الاسئله دي كلها شوف ايه الحاجه اللي ممكن تعملها دلوقتي حالا وابدا جربها على طول. انت تقدر دلوقتي حالا تعمل ايه؟ تفتح اللابتوب بتاعك، تفتح الموبايل، تكلم الكلاينت، تكلم كذا كلاينت، تلاقي الشغل بتاعك او ما تلاقيش. حلو، وصلت للنقطه دي ما اشتغلتش معاك خالص،
يا اما انت اكيد عملت مشكله ما، عملت حاجه غلط في البروسيس كلها فما نفعتش، يا اما جالك شغل بره وربنا رزقك ودي حاجه تبقى جميله. طيب لو انت بقى واحد اصلا شغال في شركه، نصيحتي ان انت اقعد 6 شهور حوش فلوس عشان لما تسيب الشغل ما تلاقيش نفسك ان انت ولا بقى معاك فلوس ولا بقى عندك شغل، هتيجي تشتمني انا في الاخر وانا ما عملتلكش حاجه. انا بنصحك ان انت اقعد 6 شهور اتعلم الاول، اقعد 6 شهور حوش، اقعد 6 شهور تلاقي الشغل. بعد ما تلاقي الشغل حتى ما تسيبش شغلك الاساسي على طول، انت تفضل اشتغل مره واثنين وثلاثه لحد ما يبقى عندك شغل شبه ثابت، بعديها تسيب يا عم الشغل بتاعك وان شاء الله ربنا يرزقك وتكمل فريلانسنج على طول. اخر حاجه اقولها لك ان الناس كلها بتخاف من حته النصب، مش في حوار الفلوس بس، هو عموما في كلاينتس بيقول لك اصلا ادفع فلوس عشان ابدا اشغلك، ده نصب 100%. تعال اقول لك على حاجه بسيطه، في بلاتفورمز محترمه زي ابورك مثلا في اوبشن فيه اسمه بيمنت فيريفايد، انت لو دوست عليه بس انت شفت كل الناس اللي فعلا هتدفع لك، هم مأكدين مع ابورك رقم الفيزا بتاعهم وسايبين رصيد اصلا في ابورك، هو هيديك فلوسك. فبلاش حته ان انت اي حد يكلمك الله كلاينت وتدي له فلوس دي اوعى تعملها. وتاني حاجه ما تبقاش خايف من النصب، لان النصب ده انت الوحيد المسؤول ان انت تلغيه، لان دلوقتي بقى في اوبشنز بتخليك ان انت تمنع اصلا النصب من قبل ما تقدم على اي شغلانه. في الاخر انا عايز اقول لك ان الفريلانسنج هو شغل زي اي شغلانه ثانيه، بس هو شويه هو المستقبل بتاع الدنيا دلوقتي، فانت ما تبقاش خايف وتبقاش قلقان وتبقى خايف من خرافات انت بتسمعها من ناس هي ما جربتش، لان لو هو جرب صدقني مش هيقول لك الخرافات دي كلها، وفي الاخر بتتعامل على اساسها فبتخسر فرصه اصلا ان انت تجرب. عايزك تتعلم ان انت على طول تجرب، جرب بنفسك مره واثنين وثلاثه، ولو لقيت ان الموضوع نافع كمل، ما لقيتش ان الموضوع نافع مش لازم ان انت تكمل فيه، هو مش بالعافيه. بس كده يا شباب، يا رب يكون فدتكم الفيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو وعايز تعرف اكتر عن محتوى فريلانسنج ممكن تعمل لايك وسبسكرايب، وهتلاقوني على انستجرام وعلى تيك توك. سلام.